السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني بجد جدًا، جدًا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا معايا بقى أقول لكم الطاجن القمر ده عملناه إزاي. طاجن بامية يعني حرفيًا تحفة، هيعجبكم جدًا. بامية الطاجن نفسه يعني والبامية رهيبة. الوصفة سهلة جدًا. معايا معلقة سمنة ومعلقة زيت، هاسخّنهم كويس جدًا في حلة وهانزل باللحمة إيه، واحدة، واحدة. طبعًا هاشوّح اللحمة كويس جدًا تشويحة حلوة كده يعني. بس وهي بتتشوّح طبعًا هاضيف التوابل وهاقول لكم على التوابل دلوقتي اللي إحنا حطيناها إيه. أنا في المعتاد لمّا باجي أحط اللحمة عامةً يعني باحب أسلقها في مَيّة مغلية يعني. بس لمّا باجي أعمل طاجن البامية باحب أشوّحها الأول وباعمل لها بقى يعني إيه، طريقة تانية غير المعتادة يعني. بس حطيت حتّة ليّا بتدّي طعم خطير جدًا للبامية لطاجن البامية، طعم حلو يعني بتدّيها تيست عالي أوي. بس جرّبوا إن شاء الله الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم. بساطة الطاجن هو ده سر الحلاوة بتاعته. يعني في ناس بتعملها طشة وحاجات تانية كده يعني. لأ، بساطة الطاجن دي هي السر في الحلاوة بتاعتها ومش أي حلاوة كمان، طعم كده إيه، عالمي. ضِفت للحمة فلفل أسود و5 وحدات يعني حبّهان، وهاضيف معايا رشة بسيطة حبّهان بودرة و ونُص معلقة بهارات السبعة أو بهارات لحمة، هاضيف معايا مكعب لحمة ورشة بسيطة جدًا قرفة، وهاضيف معايا ورق لورا وملح. هاقول التوابل تاني، فلفل أسود مكعب ماجي عشان هيعزّز الطاجن معايا، طعم الطاجن يعني، وورق لورا وحبّهان ولو في مستكة عندِك حُطّي مستكة وال7 بهارات أو بهارات لحمة، ومعلقة بسيطة صغنّنة خالص سُكّر. هنقلِّب الكلام ده وهاشوّح اللحمة كويس جدًا، جدًا، هاشوّحها تشويحة حلوة أوي. بعد كده هاضيف معايا قوطية كبيرة وبصلاية كبيرة، ده كُلّه عشان نهدّي يعني إيه، للحمة طعم والشوربة عايزاها إيه، لها طعم كده إيه، دسم كده وغني. هانزل طبعًا بالمَيّة المغلية. ضروري مَيّة مغلية، ما ينفعش أحُط للحمة مَيّة عادية من الحنفية، مش اللحمة مش هتستوي معاكِ وهتاخد وقت وطعمها هيبقى فيه زفارة يعني مش هتبقى حلوة يعني، فلازم مَيّة مغلية. طبعًا هاركن اللحمة على جنب بقى تستوي مع نفسها كده على نار هادية خالص، وهابتدي أعمل بقى إيه، البامية بتاعتي. معايا بصلية كبيرة وهاحط عليها معلقة سمنة حلوة كده وهاشوّحها تشويحتين، وبعد كده هانزل بمعلقة توم كبيرة، وهانزل بمعلقتين صلصة. هاشوّح الصلصة كويس وهاضيف على الصلصة سِنّة بسيطة كده سُكّر عشان الحموضة بتاعة الصلصة. وطبعًا معروف إن البامية بتحب التوم، يعني البامية عايزة تطلّعي بامية مضبوطة وطعمها حلو أوي، أوي، إضافة التوم في المراحل اللي هاقول لِك عليها. طبعًا حطينا التوم في أول مع البصلة في الأول خالص، وهاضيف الوقتي في التسبيكة الوقتي بعد ما اتسبِّكت معايا. طبعًا التسبيكة هتتسبِّك معايا كويس جدًا. هاضيف كان معايا كيس بامية مفرزناه، كان آخر كيس عندي في الفريزر. وضِفت عليه معلقة حلوة كده توم، يبقى كده ضِفت في الأول خالص توم مع البصلة وتوم مع البامية نفسها. ونزلت على فكرة مع البامية بقرن فلفل حامي. اللي مش حابب خلاص ما يحطش، بس هو إيه مش بيبقى حراق أوي، بس بيدّي برضك طعم حلو أوي، أوي. باضيف قرن متقطّع باقطّعه. بس كده، واللي بيحب بقى البامية حراقة يحط قرنين. طبعًا حطيت الشوربة بتاعتي الدسمة الجميلة، وحطيت فلفل أسود وحطيت الملح. البامية طبعًا الناس كتير أوي بتحبها وخصوصًا الطاجن يعني بتاع باللحمة يعني. طبعًا ضِفت البامية هنا نُص سِوَى، مش سِوَى كامل يعني. واللحمة برضك نفس القصة، 3/4 سِوَى، يعني برضك ناقص إيه، عليها حاجة بسيطة. طبعًا خدت اللحمة من الشوربة، طبعًا مش هنسيب أي حتّة فتفوتة لحمة، اللحمة غالية. وهاضيفها في الطاجن. وهاضيف على الطاجن بقى إيه، رشة بسيطة كده دلع كده فلفل أسود ورشة كزبرة. وقرن فلفل حامي، ده بس إيه للشكل بس مش أكتر. أنا كده ضايفة في البامية فلفل حامي مقطّع. بس كده وصفة لذيذة جدًا، جدًا، وطاجن عالمي، طاجن تحفة. طبعًا الطاجن ده هيقعد معايا ساعة في الفرن، ساعة بحالها. البامية مش هتبقى يعني إيه، مهرية، بالعكس مفلفلة وجميلة. جربوا بس الطريقة دي وهتعجبكم أوي. طبعًا هنعمل بقى ملوخية وجمال الملوخية، شوية ملوخية كده عظمة. معاه بقى شوية شوربة حلوين كده من شوربة اللحمة الدسمة. هاضيف عليها معلقة صغيرة توم، كزبرة ناشفة، مكعب مرقة، رشة بسيطة جدًا سكر.
طبعًا التتبيلة دي والخلطة دي اللي باقول لكم عليها ضيفوها في الشوربة دي بتميّز طعم الملوخية بتاعتِك، بتبقى أحلى كمان من المطاعم اللي أنتِ بتاكليها كمان، أحلى بكتير كمان. طبعًا حطيت الملوخية وبالمضرب السلك هافُك الملوخية، وهي طبعًا الشوربة طبعًا معايا مغلية، ما ينفعش أضيف الملوخية والشوربة باردة. طبعًا هاقلّب الملوخية بالمضرب يعني هافُكّها كويس جدًا بالمضرب، وبعد كده بالكبشة بقى إيه، هاعمل لها إيه، زي عرق، يعني بالكبشة كده هاقلّب بالكبشة كويس جدًا، وهافضل إيه، بالكبشة هاطلع وانزل بيها، علشان الحركة بتاعة الكبشة ديّة بتدّي لها مَطّة، العرق نفسه يعني بتدّيها عرق أكتر، غير لمّا بنيجي نقطّف الملوخية بناخد حتّة من الملوخية من تحت في العود نفسه بتاع الملوخية، ما باخدش الورق بس، لأ باخد حتّة كمان من الساق بتاعها، عشان ده أصلًا هو اللي بيعمل عرق للملوخية. طبعًا شوية ملوخية إن شاء الله زي السكر كده سكر. هاعمل بقى الطشة بتاعة الملوخية، معلقة حلوة كده سمنة بلدي، ومعلقة كبيرة توم، وطبعًا أنا هنا ضِفت كزبرة بس ما أعرفش ما جاتش اللقطة دي ليه بصراحة. بس طبعًا إيه، هاضيفها على الملوخية وأحلى شوية ملوخية، وعملت طبعًا جنب الأكلة ديّة شوية رز بشعرية وشوية سلطة، وأحلى أكلة لأحلى ناس. اللحمة بقى معانا طلع أهوّة، اللحمة في الطاجن بتدوب في البُق دوب خطيرة، خطيرة. حرفيًا أنا لسه واكلة وعايزة آكل تاني. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله، واسيبكم في حفظ الله، وعايزة لايك بقى حلو كده من إيديك، واشتراك بقى للي ما اشتركش في القناة. يالّا مع ألف سلامة، سلام عليكم.